بسم الله الرحمن الرحيم. الوظيفة الثانية في الزهرة اللي هي تكوين البويضات. مبدئيا لازم تكون حاطط في دماغك حاجة مهمة قوي، ان في فرق كبير ما بين البويضة والبيضة. ده كده المبيض. المبيض جواه انتفاخ او كيس بنسميه البويضة. البويضة جواها خلية، الخلية دي اسمها البيضة. ففي فرق ما بين البويضة وما بين البيضة. البويضة ده عبارة عن انتفاخ وليست خلية، إنما البيضة هي خلية ودي بيتم إخصابها. والبويضة والبيضة الاتنين موجودين جوه المبيض. يبقى إذن إحنا بنتكلم دلوقتي على تكوين البويضة، وبالتالي لما تتكون البويضة هيتكون جواها كمان البيضة. بيحصل الكلام ده فين؟ بيحصل في أعضاء التأنيث في النبات اللي هي في المتاع، اللي هو معمول من الكرابل ايا ما كان عدد الكرابل. فبنقول ان اعضاء التأنيث واتك عليها تاني هي المتاع بوجه عام. المشيج المؤنث اللي بيتكون، يا ترى المشيج المؤنث عندكم البويضة، طب المشيج المذكر عندكم الحيوان المنوي. نروح للنباتات الزهرية، مين المشيج المؤنث؟ هل هي البويضة أم البيضة؟ لا يا فندم، البيضة هي المشيج المؤنث. وهنفهم كويس ده قوي في الإخصاب، ونقطة وبتوقع طلبة كتير يجي يسألوا في الامتحان ما هو المشيج المؤنث في النباتات الزهرية. في طلبة للأسف تختار البويضة وده غلط، الصح هو البيضة. المشيج المؤنث هي خلية البيضة. طيب المناسل المؤنثة، المناسل هي مكان تكوين المشيج، بيتكون المشيج داخل المبيض. فالمناسل المؤنثة في النباتات الزهرية هي المبايض. طب بتبدأ بقى البويضة هتتكون ازاي؟ قالك بص يا دكتور، ادي عندك كده المبيض، هيبدأ تظهر البويضة كانتفاخ بسيط على الجدار الداخلي للمبيض. يبقى البويضة لسه مش موجودة اهي، هتبدأ البويضة تظهر كانتفاخ بسيط على الجدار الداخلي وليس الخارجي. وتحتوي هذه البويضة على خلية، ودي خلية جرثومية أمية. بس خلاص، ادي اول خطوة. يبقى تظهر البويضة، يبقى الخطوة الاولانية ظهور البويضة اللي ما كانتش موجودة خالص يا دكتور. يبقى تظهر البويضة كانتفاخ بسيط على الجدار الداخلي للمبيض، وتحتوي على خلية جرثومية أمية 2 نون. تبدأ هذه البويضة اللي هي لونها ازرق دي كده، ما هو ده الانتفاخ، يبقى تظهر البويضة كانتفاخ. حذاري بقى تحط في دماغك ان البويضة دي خلية، البويضة ليست خلية ولكن انتفاخ. تنمو البويضة، هتبدأ البويضة تكبر، والبويضة لما تكبر يا دكتور ما زال جواها الخلية الجرثومية الأمية 2 نون. لسه هتنمو البويضة، والبويضة وهي بتنمو عايزة غذاء. طب تجيب غذاء منين؟ قالك هي خارجة من الجدار الداخلي للمبيض، لأن هي ظاهرة من على الجدار الداخلي. فالمبيض أو جداره يبدأ يديها تغذية، ويبدأ يظهر يا دكتور حاجة عاملة زي الحبل السري اللي هو كان بيغذي الجنين في الانسان. فيظهر هذه البويضه هي دكتور كبرت اهي، ادي البويضه اهي، ويظهر لها حبل سري او بنسميه العنق. يبقى ده بنسميه عنق او حبل سري. ده بيربط ايه بايه يا دكتور؟ بيربط جدار المبيض بالبويضه، وينقل غذاء من جدار المبيض للبويضه، ده الحبل السري. وبداخل البويضه ما زالت الخليه الجرثوميه الاميه 2 نون. ويظهر حول البويضة غشاءان أهم. الغشاءين دول يحيطوا بالبويضة إحاطة كاملة، بنسميهم الأغشية البيضية. يبقى آدي يا دكتور أول غشاء يظهر حوالين البويضة، وآدي الغشاء التاني يظهروا وحوالين البويضة ويحيطوا بها إحاطة كاملة، ما عدا ثقب صغير ده هو كده يسمى النقير. النقير ده بقى اللي هو لما تنزل حبة اللقاح من فوق، النواة الأنبوبية تبدأ تعمل أنبوبة اللقاح، تلف أنبوبة اللقاح من هنا علشان تيجي تدخل جوه البويضة الزرقاء وتخرمها من ناحية النقير. يبقى النقير ده من خلاله يتم إخصاب البويضة. يبقى إذن في الخطوة دي يحصل إيه؟ هنا كده يا دكتور بتنمو البويضة. في الخطوة نمرة 2 تنمو البويضة، وبعد كده يا دكتور البويضة يظهر حواليها حاجتين. ايه اللي بيظهر حوالين البويضة؟
نمرة 1 غشاءان اللي هم بنسميهم الأغشية البيضية. نمرة 2 الحبل السري أو بنقول عليه العنق. هتبدأ دلوقتي الانقسامات بقى. احنا عندنا الوضع ايه يا دكتور؟ احنا عندنا كده ادي البويضة هي هذا الانتفاخ خلاص، ويربطها الحبل السري بجدار المبيض بينقل لها مواد غذائية، ويحيط بالبويضة إحاطة كاملة تقريبا غشاءان أغشية بيضية ما عدا ثقب صغير يسمى النقير من خلاله يتم إخصاب البويضة. جوه البويضة بيبقى فيه خلية جرثومية أمية 2 نون، يبقى دي كده جرثومية، نكتبها لك هنا وخلاص، جرثومية أمية 2 نون. يحصل لها ايه بقى الجرثومية الأمية؟ ارجع بقى إلى تكوين حبة اللقاح. محبة اللقاح كمان كانت فيها خلية جرثومية أمية، كان بيحصل لها انقسام ميوزي خلوي عشان يديني 4 خلايا اسمهم جراثيم صغيرة. ده اللي هيحصل هنا كده يا دكتور. هتبدأ الخلية الجرثومية الأمية اللي كانت موجودة هنا تنقسم انقسام ميوزي، فهتدي 4 خلايا اللي هم اهم، ادي خلية 2 3 4، ادي 4 خلايا، والاربع خلايا دول في صف واحد. يعني حصل هنا في الخطوة دي ايه يا دكتور؟ حصل انقسام ميوزي خلوي، انقسام ميوزي خلوي للخلية الجرثومية الأمية، فهتدي 4 خلايا، هي كانت نون 2 نون عفوا، فهتدي 4 خلايا نون 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 نون. حلو كده الكلام. يقوم يختفي من الخلايا دي 3 خلايا، دي تختفي ودي تختفي ودي تختفي، ويفضل هنا موجود عندنا جوه المبيض، يفضل موجود جوه المبيض خلية واحدة من ال4. الخلية اللي فضلت ده هيك يا دكتور اهو، يعني ادي البويضة تاني. انا بتعمد ارسمها قصادك كده خطوة خطوة وما اقعدش امسح وخلاص، لا تترسم عشان تحفظها. ويحيط بالبويضة، يبقى الانتفاخ ده هو البويضة، غشاءان يحيطان بها إحاطة كاملة ما عدا ثقب صغير يسمى النقير، من خلال النقير يتم إخصاب البويضة، والبويضة ما زالت مرتبطة بالحبل السري اللي بينقل ليها مواد غذائية من جدار المبيض. ولذلك هيجي لك سؤال يقول لك ايه؟ مين المصدر اللي مسؤول عن تغذية البويضة اثناء تكوينها ونضجها؟ اول حاجة كمصدر يبقى اذا جدار المبيض، ده المصدر اللي بيدي الغذاء عن طريق بقى الحبل السري. البويضة دلوقتي جواها، البويضة الزرقاء دي جواها خلية، الخلية اللي فضلت ده اهي يا دكتور، ادي الخلية اللي فضلت. مش احنا قلنا كان في 4 خلايا، والاربع خلايا اللي ناتجين من انقسام الجرثومية الأمية اختفى 3، فضلت واحدة، دي اللي فضلت اهي يا دكتور، ودي خلية أحادية العدد الصبغي نون. خلاص، بعد اختفاء ال3 خلايا التانيين ايه اللي هيحصل بعد كده؟ تقوم الخلية اللي فضلت ده تقوم تنتفخ. يبقى احنا عندنا اهو برضو ادي البويضة، والبويضة يا دكتور مرتبطة بالحبل السري اللي بيربطها بجدار المبيض وبينقل لها مواد غذائية، ويحيط بالبويضة إحاطة كاملة تقريبا غشائين أغشية بيضية ما عدا ثقب صغير يسمى النقير، من خلاله يتم إخصاب البويضة. وبتحتوي البويضة دلوقتي كانت على خلية أحادية العدد الصبغي نون اللي فاضلة من ال4 الناتجين عن الانقسام الميوزي للجرثومية الأمية. قوم الخلية ده هي يا دكتور تنتفخ، الخلية اللي فضلت ده تنتفخ. ولما تنتفخ بقى تقوم تعمل لك ايه؟ اهي الخلية دي تنتفخ، جدارها ينتفخ، النواة بتاعتها تفضل زي ما هي، انما الجدار ده ينتفخ ويقوم يعمل ايه يا دكتور؟ يعمل كيس، يقوم عامل كيس اهو، الكيس ده كده وجواه النواة بتاعته نون، وجواه النواة بتاعته نون يا دكتور، كويس قوي، يبقى النواة دي نون. البويضة دلوقتي او الكيس ده احنا جايين دلوقتي خلاص هنكمل، وهيتكون داخل هذا الكيس ان شاء الله، ده اللي هيبدأ بعد الاخصاب يتكون جواه الجنين، فقاموا مسميين ده الكيس الجنيني. يبقى تاني الخلية الباقية ده هيحصل لها ايه؟ تقوم الخلية دي تنتفخ، ولما تنتفخ هذه الخلية تقوم عامله لك كيس بنسميه الكيس الجنيني، والكيس الجنيني دلوقتي جواه نواة نون. البويضة ما زالت محتاجة غذاء، طيب هينقل لها غذاء منين؟ ده انا داخل على احداث ما يعلم بها الا ربنا،
جوه الكيس الجنيني هيقعد يحصل انقسامات دلوقتي متتاليه. طب هتجيب غذاء منين؟ ما انت هتقول لي ما هنجيب غذاء من الحبل السري او العنق. اقول لك ما عادش يكفي الحبل السري او العنق ده لتغذيه البويضه او لنقل غذاء للبويضه اثناء مراحل تكوينها الاولى اللي فاتت دي، انما اللي جاي محتاج غذاء اكتر. فيبدا يظهر حوالين البويضه يا دكتور، يبدا يظهر حوالين البويضه هنا نسيج، سوري انا اسف، حوالين الكيس الجنيني نسيج بيسمى النيوسيلا، نسيج غذائي اسمه النيوسيلا. النيوسيلا دي لتغذيه الكيس الجنيني ولتغذيه محتويات الكيس الجنيني. البويضه خلاص خدت غذاها الزرقاء ده اهي من جدار المبيض. انا دلوقتي اتكون حاجه جديده اسمها الكيس الجنيني، ده عايز غذاء، فمش هينقل له الحبل السري، ولكن يظهر نسيج غذائي جديد اللي هو اسمه النيوسيلا. وده موجود فين النيوسيلا؟ النيوسيلا موجود جوه البويضه. ايه ده النيوسيلا جوه البويضه؟ اه والله اهو، بص كده يا دكتور، مش دي البويضه الزرقاء اهي، مش دي البويضه الزرقاء اهي، دي البويضه الزرقاء. كويس. جوه البويضه الزرقاء في ايه؟ جوه البويضه الزرقاء في كيس اسمه الكيس الجنيني. النيوسيلا ده موجود بداخل البويضه جوه البويضه الزرقاء، ولكن خارج الكيس الجنيني. مهمه قوي دي يا دكتور. ايه المكان بتاع ايه المكان بتاع نسيج النيوسيلا؟ قال لك نسيج النيوسيلا يوجد داخل البويضه، صح؟ يبقى نسيج النيوسيلا وده نيوسيلا، ده نسيج غذائي، ده لتغذيه ايه يا دكتور؟ ده عشان يدي غذاء لمحتويات الكيس الجنيني. النيوسيلا اين يوجد؟ هو جوه البويضه، جوه البويضه الزرقاء، ولكن بره الحدود الحمراء، بره الكيس الجنيني. خلاص كده يا دكتور؟ طيب هتبدا بقى نواه الكيس الجنيني اللي موجوده ده اهي، اللي هي نون، تنقسم انقسام. ما تقوليش بقى ميوزي، لان مفيش حاجه في الوجود اسمها نون يدي ميوزي. اي نون يقوم ينقسم ميتوزي، فهتنقسم النواه، يبقى ده انقسام نووي للنواه، تنقسم انقسام ميتوزي. والانقسام الميتوزي هنا هيحصل 3 مرات متتاليه. لا يعني ايه بقى 3 مرات دي؟ هو في حاجه اسمها انقسام ميتوزي 3 مرات؟ يا دكتور، يعني لما يجي هنا هتيجي تلاقي مثلا دي كده نواه، تقوم النواه ده اهي اللي هي نون هتنقسم 3 مرات ميتوزي. طب تعال نشوف اول انقسام. اول انقسام ميتوزي اهو نمره 1 يقوم يديني نواتين نون ونون، ده انقسام ميتوزي نمره 1. ده انقسام ميتوزي نمره 1. بعد كده تقوم النواه النون ده هي تنقسم الميتوزي نمره 2، يبقى يديني دي نواتين نون ونون، نون ونون، ودي تدي نواتين نون ونون، يبقى كده بقى عندي 4 انويه كلهم نون. كده انا عملت انقسام ميتوزي مرتين. تعال اخش على الانقسام الميتوزي الثالث، تقوم دي تدي 2 نون ونون، ودي تدي 2 ودي تدي 2 ودي تدي 2. الله، يعني كل واحده نواه من ال4 دول ادت 2، يبقى المحصله عندي 8 انويه كلهم احادي العدد الصبغي. يبقى هنا بيحصل انقسام ميتوزي للنواه 3 مرات. يقوم يعمل لك ايه يا دكتور؟ خلاص اهو، ادي يا فندم البويضه، والبويضه متصله بجدار المبيض بالحبل السري، ويحيط بالبويضه غشاءان اللي هي الاغشيه البيضيه اللي تحيط بها احاطه كامله ما عدا ثقب صغير يسمى النقير، من خلاله هيتم اخصاب البويضه في المستقبل لما يجي يحصل اخصاب بعد ما نكون البويضه وتنضج. بداخل البويضه دلوقتي كيس، الكيس اللي جوه البويضه اسمه الكيس الجنيني. الكيس اللي جوه البويضه اسمه الكيس الجنيني. والكيس الجنيني اهو ده دلوقتي يا دكتور اهو بيبقى فيه حواليه من بره النسيج الغذائي اللي هو اسمه النيوسيلا. ده كده النيوسيلا بره الكيس الجنيني، انما جوه البويضه. جوه البويضه في ايه بقى دلوقتي؟ قال لك جوه البويضه بقى كان في نواه هتنقسم ميتوزي 3 مرات فيديني 8 انويه. ال8 انويه اهم 1 2 3 4 5 6 7 8. ال8 انويه دول
متنطورين عشوائي بداخل الكيس الجنيني. يبدأ بقى نعيد ترتيب هذا الكلام. ايه اللي هيحصل دلوقتي يا دكتور؟ يقوم هذه الأنوية، طيب ناخد دي كده معلش، ناخد دي كده ونوديها هناك خالص، معلش خليها هناك كده خالص اهي، خلاص. طيب اهي ناخدها تاني، سوري انا اسف. طيب كده اهو، ماشي. نرجع بقى هنا تاني. يبقى احنا عندنا دلوقتي البويضة الزرقاء جواها كيس جنيني جواها 8 أنوية. قوم يحصل ايه بقى يا دكتور؟ ادي البويضة اهي، ادي البويضة اهي كده يا دكتور، وبداخل البويضة فيه المبيض، انا اسف، وبداخل المبيض فيه البويضة، وادي البويضة شكلها حلو، استنى كده يعني ماشي تمشي. وادي هنا كده البويضة اهي، حلو الكلام. والبويضة دلوقتي متصلة بجدار المبيض عن طريق الحبل السري او العنق، ويحيط بالبويضة غشاءان يحيطان بها إحاطة كاملة ما عدا ثقب صغير يسمى النقير، من خلاله سيتم إخصاب البويضة. يبقى دي اسمها بويضة، جواها إيه؟ جواها كيس اسمه الكيس الجنيني، وبره الكيس الجنيني بيبقى فيه نسيج غذائي اسمه النيوسيلا اهو، ده كده النيوسيلا لتغذية محتويات الكيس الجنيني. بداخل البويضة فيه 8 أنوية متنطورين ومتوزعين عشوائي، ومن ال8 أنوية يترتبوا 4 فوق، 1 2 3 4 عند القطب الشمالي للكيس الجنيني، و4 تحت عند القطب الجنوبي للكيس الجنيني. بعد كده قوم نواه من دول تهاجر هنا في النص، ونواه من هنا تهاجر هنا. يعني في نواه هتنزل عند المركز او نص الكيس الجنيني جايه من القطب الشمالي، ونواه تانية جايه من القطب الجنوبي، والاتنين يتجمعوا في نص الكيس الجنيني. بعد كده ايه اللي يحصل؟ ادي يا فندم البويضه. طب انا اقول لك حاجه، ناخدها لك بقى كده ايه، حته واحده اهي، دي كده تمام. ماشي. يبقى هنا كده عندنا نفس المنظر ده، هو ده. ايه اللي هيحصل؟ النواه ده اهي خلاص هتهاجر للنص، والنواه دي فيفضل 3 انويه فوق و3 انويه تحت، كلهم نون طبعا لان هم ناتجين من انقسام ميتوزي للنواه اللي كانت فضلت نون. فيفضل لك هنا كده ادي كده النواه دي وادي النواه دي، يقوم يفضل لك فوق 3 انويه بس. يفضل فوق يا دكتور 3 انويه، ادي 1 2 3، ويفضل تحت 3 انويه 1 2 3، والنواتين دول هيروحوا للنص كده. ولذلك النواتين دول في نواه جايه من القطب الشمالي ونواه جايه من القطب الجنوبي، فاسمهم نواتين قطبيتين، كل واحده جايه من قطب. اصبح 3 فوق و3 تحت، واصبح فيه 2 في النص، نواتين في النص. يلا هنخش بقى على الخطوه النهائيه. ايه اللي هيحصل؟ قال لك يا دكتور ادي المبيض اهو، نكبره لك سن، ادي المبيض اهو، خلاص تمام. ده جدار المبيض، ده كده جدار المبيض. جوه المبيض فيه ايه؟ قال لك جوه المبيض هيبقى فيه بويضه، ادي البويضه اللي لونها ازرق اهي. طيب البويضه دي دلوقتي يحيط بها غشاءان، طبعا البويضه كان فيه هنا الحبل السري او العنق، ويحيط بالبويضه غشاءان يحيطان بها احاطه كامله ما عدا ثقب صغير يسمى النقير، من خلاله ان شاء الله في المستقبل سيتم اخصاب البويضه. كويس، دول الغشائين اهو. وبداخل البويضه في كيس، الكيس ده اسمه الكيس الجنيني. خلاص بقى احنا عندنا دلوقتي في هنا النيوسيلا، بس يعني اصبح ايه، خلاص قل بقى، خلاص احنا في المرحله الاخيره لتكوين او لنضج البويضه،
فما عدناش هنحتاجه، بس ما زال موجود النيوسيلا. اين يوجد النيوسيلا؟ هذا النسيج الغذائي خارج الكيس الجنيني داخل البويضة. جوه البويضة فيه 8 أنوية هم. ادي 3 أنوية عند القطب الشمالي، وادي 3 أنوية عند القطب الجنوبي، وادي نواتين في النص. ايه اللي يحصل؟ كل ال3 أنوية اللي فوق دول كل نواة منهم هتحاط بجدار او بغشاء خلوي وتتحول الى خلية. فدي هتبقى خلية، ودي خلية، ودي خلية. الأنوية دي كلها نون، فدول 3 خلايا نون. طيب وال3 أنوية اللي تحت دي هتحاط بغشاء خلوي تبقى خلية، ودي تحاط بغشاء خلوي تبقى خلية، ودي تحاط بغشاء خلوي وتبقى خلية، ودول هيفضلوا نواتين. طيب خلينا نتكلم دلوقتي على الخلايا اللي فوق. الخلايا اللي فوق دي مش هيبقى ليها اي وظيفة فيما بعد، هتلاقيها لما يجي يحصل اخصاب بعد الاخصاب مباشرة هتختفي. الخلايا ده هي اسمها خلايا سمتية، اللي هم ال3 خلايا دول، يبقى دول خلايا سمتية. يبقى 3 خلايا سمتية، ودول بيبقوا أحاديين العدد الصبغي نون. حلو. طب الخلايا دي بقى، قال لك الخلية اللي في النص دي هي البيضة. وادي البيضة. البيضة تفرق عن البويضة. البيضة خلية داخل البويضة. البويضة كيس او انتفاخ. ايه ده، هي البويضة مش خلية؟ لا يا فندم، البويضة زي ما قلنا في البداية خالص تظهر البويضة كانتفاخ على الجدار الداخلي للمبيض، فالبويضة انتفاخ، ولكن البيضة هي خلية. طيب فالبيضة دي اللي هتتجوز لما تيجي حبة اللقاح وتنزل الأنبوبة من هنا وتدخل من النقير، بتبقى البيضة مواجهة للنقير في وش النقير على طول. فبيبقى عندي هنا في 3 خلايا، 3 خلايا مواجهة للنقير، وفي 3 خلايا بعيد عن النقير. 3 خلايا دول السمتية بعيد عن النقير. ال3 خلايا المواجهة للنقير على طول، الوسطى فيهم اسمها البيضة، فدي العروسة اللي هتتجوز. طب والاتنين اللي جنبها دول عاملين زي ايه؟ لما بتيجي العروسة وربنا كده يا رب يفرحني ببناتي كلهم، بتلاقي في يوم فرحك بتختاري 2 من اصحابك الانتيم بتوعك بيبقوا وظيفة يمين ووظيفة شمال، وما بيلازموكي طول الفرح، بحيث احتاجتي اي حاجة، احتاجتي مية، بترقصي بقى ليلة العمر ومبسوطة، فهتبدأي بقى تعرقي، تجيب لك المنديل وتنشف لك شوية مية من العطش، مش وهكذا، تشيل لك ديل الفستان. فدول بيبقوا المساعدين بتوعي. دول نفس القصة، دي العروسة اللي هتتجوز اللي هي البيضة، ودي الخلايا المساعدة بتاعتها. يبقى الخلية اللي في النص دي اسمها خلية البيضة، يبقى دي اسمها البيضة. طيب والخلايا اللي في الجنب دي، الخلية دي والخلية دي دول اسمهم خلايا مساعدة. خلاص اهو كده، يبقى دي كده اسمها خلية مساعدة، ودي كده خلية مساعدة، يبقى دي كده خلايا مساعدة. كانت كام نون يا فندم؟ كل محتويات الكيس الجنيني أحادية العدد الصبغي، دي نون ودي نون، والبيضة كمان نون، يبقى دي كده خلية البيضة، ودي بتبقى أحادية العدد الصبغي نون، دي خلية. يبقى كل دول خلايا. يبقى في كام خلية دلوقتي جوه الكيس الجنيني؟ 3، ودي 3 يبقوا 6. الكيس الجنيني يحتوي على 6 خلايا. طب والنواتين دول يفضلوا نواتين، دول النواتين بتوع الكيس الجنيني، فاسمهم نواتي الكيس الجنيني. يبقى دي ودي أنوية نون، واسمهم نواتي الكيس الجنيني، أو بيقولوا عليها نواتين قطبيتين. ليه؟ لأن كل نواة منهم جاية من قطب، دي جاية من القطب الشمالي وده هي جاية من القطب الجنوبي، فاسمهم نواتين قطبيتين، ودول بيكونوا يا دكتور نون، أحادية العدد الصبغي. وعندها هنا حضرتك كده بيبقى فيه طبعا المبيض. يعني لو نيجي بقى نشوف بيانات ده طبعا الميسم فوق، وده كده حضرتك القلم. طيب وده يا فندم المبيض او جدار المبيض يعني. طيب انزل بقى كده، الاخضر دي عبارة عن الاغشية البيضية، الاخضر ده دول الغشائين، دي الاغشية البيضية، ودي اللي بتحيط بالبويضة احاطة كاملة ما عدا ثقب صغير يسمى ده هو يا فندم، ده اسمه النقير، من خلاله هيتم اخصاب البويضة ان شاء الله في المستقبل. طيب البويضة فين؟ البويضة هي الزرقاء دي، يبقى دي كده البويضة، وهي كيس او انتفاخ وليست
وليست خليه. بعد كده بيبقى فيه هنا حوالين الكيس الجنيني الاحمر ده من بره نسيج غذائي، ده اللي كنا بنسميه النيوسيلا. يبقى النسيج الغذائي ده كده اللي هو اسمه النيوسيلا. طيب بداخل او بعد النيوسيلا، بعد النيوسيلا ده المنقط هتيجي تلاقي الخط الاحمر اللي هو مين يا دكتور؟ دي بقى البويضه، انا اسف الكيس الجنيني، ده بقى الكيس الجنيني. طيب والكيس الجنيني ما هي محتوياته؟ محتويات الكيس الجنيني ما عادش فيه حاجه جوه غير الثلاثه سمتيه، 3 خلايا سمتيه، يبقى دول 3 خلايا سمتيه. وعندك نواتين قطبيتين، ادي نواتين، وعندك في 3 خلايا تحت، اللي في النص اسمها البيضه، والاتنين دول 2 خليه مساعده. وبكده نضجت البويضه وتكون داخل المبيض بويضه ناضجه، واصبح المبيض ناضج. اذا امتى ينضج المبيض؟ لما يبقى جواه بويضه ناضجه. خلاص. طيب مما تتكون البويضه الناضجه، شيل المبيض الاسود ده كده، اللي فاضل لك دي اسمها البويضه الناضجه. تتكون البويضه الناضجه، اسمع بقى، من انتفاخ. هي انتفاخ محاط باغشيه بيضيه غشاءان يحيطان بها احاطه كامله ما عدا ثقب صغير يسمى النقير من خلاله يتم اخصاب البويضه. وتحتوي البويضه الناضجه على حاجتين. البويضه الناضجه اللي هي الزرقاء نيوسيلا وكيس جنيني، نيوسيلا وكيس جنيني. يبقى لما اجي في الاختيارات ويقول لي تتكون البويضه الناضجه من النيوسيلا، هاتها من بره على طول. مش دي البويضه الناضجه الزرقاء؟ اول حاجه قابلتها مين؟ النيوسيلا. طب واللي بعدها الكيس الجنيني بقى ومحتوياته. يبقى تتكون البويضه الناضجه من النيوسيلا والكيس الجنيني. طب ما هي محتويات الكيس الجنيني في البويضه الناضجه؟ يحتوي الكيس الجنيني على 6 خلايا، 1 2 3 4 5 6، 3 سمتيه، 2 مساعده، وخليه البيضه، زائد نواتين قطبيتين. اذا محتويات الكيس الجنيني 8 حاجات، منهم 6 خلايا، 6 خلايا ادي 6 هم، ونواتين قطبيتين، 6 و2 يبقوا 8، يبقى الكيس الجنيني فيه 8 حاجات. طيب هل انت تعتبر الكيس الجنيني ده خليه؟ الكيس الجنيني، بص، البويضه نفسها الزرقاء مش خليه، هي انتفاخ. انما الكيس الجنيني انا اقدر اعتبر الكيس الجنيني، وخلي بالك من التركه دي قوي، انا اقدر اعتبر الكيس الجنيني خليه ولها نواتين، خليه وليها نواتين، زي ما حبه اللقاح خليه وليها نواتين، انبوبيه مولده. فالكيس الجنيني جواه نواتين فبعتبره خليه. لا استنى، طب معنى كده ان البويضه تحتوي على، البويضه الزرقاء تحتوي على كام خليه جواها؟ البويضه اول خليه جواها الكبيره دي اللي هي الكيس الجنيني ده يعتبروه خليه، زائد 6 خلايا هم اللي هي ال3 السمتيه والمساعده والبيضه. الله، يبقى البويضه الزرقاء فيها 7 خلايا. 1 الكيس الجنيني نفسه بنعتبره كخليه. نمره 2 عندك ال3 دول، يبقى 1 يبقى الكيس الجنيني 1، وال3 دول يبقوا 4، 3 يبقوا 1 و3 4، 5 6 7، يبقى البويضه نفسها الزرقاء فيها 7 خلايا. انما الكيس الجنيني نفسه فيه 6 خلايا بس. يبقى انا اجي الخبطك هنا في الاسئله. تحتوي البويضه الزرقاء على كام خليه؟ بداخلها 7. البويضه جواها 7 لاني بعتبر الكيس الجنيني خليه. انما يحتوي الكيس الجنيني نفسه، هو مش هيحتوي نفسه، لا، هيحتوي الكيس الجنيني على 6 خلايا اللي هم 3 سمتيه، 2 مساعده، والبيضه يا دكتور. يبقى ده كده تكوين البويضه في النباتات الزهريه. طيب اقول لك بقى اثناء مراحل تكوين البويضه، ايه مصادر التغذيه للبويضه وهي بتنضج؟ قال لك بص، في الاول خالص احنا كده خلصنا، يعني في النهايه في المراحل الاخيره اللي كان بيدي غذاء مين؟ النيوسيلا. طب واللي كان بيدي غذاء للبويضه في البدايه خالص، اللي كان بيدي غذاء للبويضه في الاول خالص، لو رجعت جبت القصه من بدايتها، جدار المبيض يا دكتور. كان جدار المبيض هو اللي كان بيدي غذاء للبويضه وهي بتتكون في مراحل تكوين البويضه الاولانيه. يبقى تاني في مصدرين لتغذيه البويضه اثناء الفيلم الكبير ده. المصدرين مين؟ الاول
اثناء المراحل الاولى لتكوين البويضه. جدار المبيض ده المصدر الاولاني عن طريق بقى الحبل السري او العنق. الثاني النيوسيلا، وده في المراحل الاخيره لتكوين البويضه لما ظهر هنا النيوسيلا. طب النيوسيلا ظهر امتى؟ النيوسيلا ظهر قبل الانقسام الميتوزي للنواه، صح كده يا دكتور؟ طيب بالنسبه او بعد الانقسام الميوزي الخلوي، يعني مش هنا حصل ميوزي خلوي؟ يعني انت لو جيت ترتب الاحداث كان عندنا البويضه اهي، ظهر الحبل السري، صح كده؟ الحبل السري اهو، ظهر الحبل السري، كانت لسه الجرثوميه الاميه ما انقسمتش ميوزي. اذا جدار المبيض هو المصدر للتغذيه قبل الانقسام الميوزي. وبعد الانقسام الميوزي واتكونت 4 خلايا واختفى 3 وفضلت واحده وقام اتكون الكيس الجنيني. قام ظهر بعد كده، ظهر بعد تكوين الكيس الجنيني الاحمر ده النيوسيلا حواليه. يبقى اذا النيوسيلا كمصدر للتغذيه ظهر بعد الانقسام الميوزي، انما الحبل السري ظهر قبل الانقسام الميوزي. تاني بقى يبقى مصدرين التغذيه جدار المبيض عن طريق الحبل السري وده قبل الانقسام الميوزي. نمره 2 النيوسيلا وده لتغذيه البويضه ومحتويات الكيس الجنيني، بس ده بعد الانقسام الميوزي يا دكتور. هتيجي هنا بقى تشوف لما يجي يقول لك اهو كده خلاص كده مراحل تكوين البويضه، بالله عليك محتاجه ترتيب وتقعد تعيدها مع نفسك تاني وتسمعها تاني. فالبويضه اهي، تظهر البويضه كده، المبيض اهو، تظهر البويضه كانتفاخ بسيط على الجدار الداخلي للمبيض، وتحتوي البويضه على خليه جرثوميه اميه 2 نون. تنمو البويضه وبداخلها الجرثوميه الاميه 2 نون، محتاجه غذاء، فتقوم تنمو البويضه ويتكون حاجتين: 1 الحبل السري او العنق يربط البويضه بجدار المبيض لتغذيه البويضه. يبقى المصدر التغذيه هو الجدار بتاع المبيض مش الحبل السري. الحبل السري هي الوسيله اللي بتنقل. ويظهر حاجه تانية غير الحبل السري: غشاءان يحيطان بالبويضه احاطه كامله ما عدا ثقب صغير يسمى النقير، اللي من خلاله ان شاء الله في المستقبل سيتم اخصاب البويضه. هنا البويضه جواها جرثوميه اميه 2 نون، تنقسم بقى، تقوم تنقسم الى ميوزي طبعا خلوي الى 4 خلايا احاديه العدد الصبغي نون في صف واحد، يقوم يختفي منهم 3 خلايا وتبقى خليه واحده. الخليه اللي فضلت ده هي يا دكتور تقوم تنتفخ. احنا بنكون الكيس الجنيني، ويتكون الكيس الجنيني وجواه نواه، ويظهر حوالين الكيس الجنيني على طول، لان الكيس الجنيني محتاج تغذيه، نسيج غذائي يسمى النيوسيلا. ثم تنقسم النواه اللي جوه الكيس الجنيني ميتوزي 3 مرات، فيدي 8 انويه متوزعين الاول عشوائي، يتوزع ال8 انويه 4 فوق و4 تحت، وبعدين تهاجر نواه من كل طرف من طرفي الكيس الجنيني الى مركز الكيس الجنيني، فيترصوا كده لسه في مراحل الانويه كلها 3 انويه فوق 3 تحت 2 في النص. ال3 انويه اللي فوق يا دكتور يقوموا يتحولوا الى خلايا وبنسميهم خلايا سمتيه، وال3 انويه اللي تحت يتحولوا الخلايا اللي في النص مواجهه للنقير على طول في وشه عشان الاخصاب البيضه، والاتنين اللي على جنبها خلايا مساعده، ويفضل النواتين دول نواتين يا دكتور بنسميهم نواتي الكيس الجنيني او نواتين قطبيتين. وادي بطريقه تانية اهو، ادي المبيض خلاص، ويبدا هنا المبيض انزل انزل انزل، ادي المبيض جرثوميه اميه هتنقسم ل4 خلايا ميوزي، ال4 خلايا يختفي 3 وتفضل واحده تنتفخ، تبقى الكيس الجنيني يظهر حوالين النيوسيلا. النواه بتاعت الكيس الجنيني ميتوزي 3 مرات، فهتدي 8 انويه، يترص 3 فوق و3 تحت، ال3 اللي فوق يتحولوا لخلايا مساعده، ال3 اللي تحت يتحولوا لخلايا اللي في النص اسمها البيضه، والاثنين اللي على الجنب اسمهم خلايا مساعده، ويفضل دول نواتين اللي هم اسمهم نواتين قطبيتين يا دكتور. يعني نعيد تاني اكتر من كده، انت بقى اقعد عيدها مع نفسك، اقعد عيدها مع نفسك. يلا يا دكتور، يظهر البويضه كانتفاخ بسيط، قول بقى معايا، على الجدار الداخلي للمبيض، وبعدين تنمو البويضه ويظهر للبويضه عنق او حبل سري وبداخلها جرثوميه اميه، ويظهر حوالين البويضه غشاءان يحيطان بها احاطه كامله ما عدا ثقب صغير يسمى النقير.
هنا البويضه الجرثوميه الاميه ده ينقسم انقسام ميوزي خلوي، يدي 4 خلايا تختفي 3 ويفضل خليه واحده. بتعيد معايا ولا لا؟ الخليه اللي فضلت يا دكتور تنتفخ وتتحول الى كيس اسمه الكيس الجنيني، وبداخله نواه، ويظهر حواليه نسيج غذائي لتغذيه محتويات الكيس الجنيني اسمه النيوسيلا. تنقسم النواه اللي جوه دي ميتوزي 3 مرات فتديني 8 انويه عشوائي، يترص ال8 انويه 4 فوق و4 تحت، وبعدين يهاجر واحده من كل قطب او واحده من كل طرف، فبقى 3 انويه فوق و3 تحت. ال3 انويه اللي فوق يتحولوا لخلايا سمتيه، والثلاثه اللي تحت اللي في النص البيضه واللي على الجنب 2 مساعده، ويفضل النواتين دول نواتين قطبيتين يا دكتور. يبقى تتكون البويضات في النباتات الزهريه زي حبوب اللقاح. حبوب اللقاح فاكرها؟ يلا رسمه حبوب اللقاح كانت في دماغي، ميوزي خلوي يعقبه ميتوزي نووي للنواه بتاعه الجراثيم الصغيره عشان تدي نواه انبوبيه ومولده، صح؟ يبقى ميوزي ثم ميتوزي، ميوزي ثم ميتوزي، ده في حبوب اللقاح، ميوزي خلوي ثم ميتوزي نووي. طب ما البويضات برضو في النباتات الزهريه نفس القصه، بيحصل ميوزي خلوي ثم ميتوزي نووي. ميوزي خلوي للجرثوميه الاميه فتدي 4 خلايا اللي هو ما لهمش اسم عندك، يعني هناك كان في حبوب اللقاح كان اسمهم 4 جراثيم صغيره، هنا ما لهمش اسم، 4 خلايا في صف واحد تختفي 3 ويفضل واحد. طب والميتوزي النووي، النواه بتاعت الكيس الجنيني هتقوم على طول تنقسم ميتوزي نووي 3 مرات تدي 8 انويه. خلاص، ده الفرق ما بين الميتوزي النووي هنا وهناك. هناك في حبه اللقاح الميتوزي النووي بيحصل مره واحده عشان يديني انبوبيه مولده، هنا الميتوزي بيحصل 3 مرات علشان يديني 8 انويه يا دكتور. طيب فين الكيس الجنيني؟ بص التركه الصغنونه دي، الكيس الجنيني اهو، ده الكيس الجنيني الاصفر ده. ايوه هو جاي منين؟ من الخليه دي. ايه الخليه دي يا فندم؟ دي الخليه اللي فضلت من ال4 اللي ناتجين من الميوزي للجرثوميه الاميه. جرثوميه اميه ميوزي 4 خلايا نون، يختفي 3 ويفضل خليه. الخليه اللي فضلت ده اهي النون هي اللي هتبقى الكيس الجنيني. فلو انا سالتك ينشا الكيس الجنيني من خليه احاديه العدد الصبغي، خلاص اللي هي الخليه اللي فضلت من ال4 دول يا دكتور. يقول لك هنا بعد كده امامك شكل تخطيطي يوضح احد مراحل التكاثر الجنسي في النباتات الزهريه. حدد ما نوع الانقسام في 1 و2 على الترتيب. طيب ادي انا شايف هنا كده، وده جه سنه 23. طبعا هنا نباتات زهريه. طب ما دي تكون حبه اللقاح. لو مشيت مع الرسمه يا دكتور خلاص انا كده اتحلت. دي كده كانت نواه نون، وبعدين ادي ميتوزي بقوا نواتين، الميتوزي الثاني بقوا 4 انويه، الميتوزي الثالث بقوا 8 انويه. يبقى دي تكوين البويضات وليس حبوب اللقاح. ارجع اجيب الرسمه من اولها، يبقى دي هتبقى خليه ايه؟ الخليه الوحيده في تكوين حبوب اللقاح 2 نون، الجرثوميه الاميه. تقوم الجرثوميه الاميه هتنقسم ميوزي فيديني 4 خلايا نون اهي، يبقى دي خليه منهم، يختفي 3 وفضلت دي. الخليه اللي فضلت ده هي يا دكتور النواه هتنتفخ وتبقى كيس جنيني، تنقسم ميتوزي، يبقى الانقسام ده الاولاني ده ميتوزي فتدي نواتين نون ونون. هيحصل الميتوزي اللي بعده، يبقى ده ميتوزي نمره 1 فيبقوا النواتين بقى 4، وبعدين يحصل ميتوزي تاني بحيث ان ال4 دول يبقوا 8، يبقى ده ميتوزي وده ميتوزي. وهو بيسالني في السؤال نوع الانقسام في 1 و2، ميتوزي 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 ميتوزي. خلاص كده يا دكتور. يقول لك هنا وده كده منظر البويضه والمبيض الناضج في كتاب الوزاره اللي احنا لسه عاملينه اهي. دي البويضه الناضجه، ادي ال3 سمتيه اللي فوق، وادي ال3 اللي تحت البيضه وال2 مساعدين، ودول نواتين قطبيتين او نواتي الكيس الجنيني. خلاص. طيب يبقى اذا تكوين الامشاج بوجه عام في اي نبات زهري بيتم على ميوزي خلوي ثم ميتوزي نووي. الكلام ده كان في حبوب اللقاح او كان في البويضات. طيب ما مصدر المواد الغذائيه اللازمه لتغذيه البويضه في النباتات الزهريه؟ البويضه وهي بتتكون المصدر الاولاني في المراحل الاولى لتكوين البويضه جدار المبيض، ده كمصدر جدار المبيض ده يا دكتور. خلاص، اللي هو بينقل غذاء للبويضه عن طريق الحبل السري. المصدر الثاني النيوسيلا، ودي في المراحل الاخيره. الحبل السري قبل الانقسام الميوزي، طب والنيوسيلا بعد الانقسام الميوزي وفي المراحل الاخيره لتكوين البويضه. خلاص. طيب انا لما يجي يقول لي في الشكل المقابل تمام اي مما يلي يمثل مصدر التغذيه للبويضه، البويضه بويضه، انا ما بتكلمش على جنين، انا بتكلم على البويضه. يبقى الرسمه الفيلم الكبير اللي هو عباره عن 10 رسمات ولا 11 رسمه اللي رسمناهم دول، كان في مصدرين اللي هو جدار المبيض والتاني النيوسيلا. فين جدار المبيض ده؟ دي البويضه دي. خلاص بص
او بمعنى تاني ده الكيس الجنيني. دي كلها البويضه، حتى دول الغشائين بتوع البويضه، ده غشاء وده غشاء يحيطان بها احاطه كامله ما عدا ثقب صغير اللي هو يسمى النقير. طيب البويضه جواها ايه؟ دي بقى البويضه ده اهي، والاخضر ده الاغشيه بتاعتها. ده الكيس الجنيني، محتوياته 3 خلايا فوق و3 تحت، منهم البيضه في النص و2 نواتين قطبيتين. يبقى ده النيوسيلا يا دكتور. يبقى اذا مصدر التغذيه نمره 5 طبعا النيوسيلا، نمره 5 ده النيوسيلا. وايه تاني؟ هو ايه الالوان العجيبه دي؟ الله. يبقى اذا اللي بينقل غذاء طبعا هنا، يا سلام، يبقى اللي بينقل غذاء هو طبعا النيوسيلا اللي هو ده. نمره 2 يا دكتور اهو، ده الحبل السري. هو انت مش قال جدار المبيض؟ ما هو مش راسمهولي، هو جدار المبيض مش راسمهولي. وبعدين يبقى اذا وبعدين مفيش 5 فقط، يبقى هو 5 ده اكيد اللي هي النيوسيلا، ومعاها في 5 بس. لو في 5 بس كنت قلت لك ماشي، انما في 5 و2 اهي، 2 ده اللي هي الحبل السري، يبقى الاجابه 5 و2. يقول لك هنا يا دكتور الشكل المقابل يوضح جزء من مبيض ناضج. ده جزء مش المبيض كله، لان دي البويضه خلاص كده، ودي الاغشيه اللي حواليها، وده الحبل السري، فده جزء من مبيض ناضج. ما الحرف الذي يعبر عن غذاء محتويات الكيس الجنيني سنه 21؟ الكيس الجنيني ده مين اللي مسؤول عن تغذيته؟ الكيس الجنيني اهو، اللي بره الكيس الجنيني على طول، ده الكيس الجنيني. يبقى ده كده يا دكتور ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو اللي هو نمره سي. هو مش هقول لي عليه، ده نمره سي اللي هو النيوسيلا، نسيج النيوسيلا، خلاص نمره سي. يقول لك هنا يا فندم ما مصدر المواد الغذائيه اللازمه، ده 2023 لتغذيه البويضه في النباتات الزهريه. المصدر مش الوسيله، المصدر مين؟ جدار المبيض والنيوسيلا، جدار المبيض والنيوسيلا. فاكر يا دكتور؟ جدار المبيض في المراحل الاولانيه عن طريق الحبل السري، والنيوسيلا بعد ما يتكون الكيس الجنيني هيتكون نسيج غذائي وراه، يبقى جدار المبيض والنيوسيلا. يقول لك يا فندم اذا وجد بمبيض زهره 3 خلايا جرثوميه اميه. ماشي، يعني انا عندي مبيض اهو، والمبيض جواه 3 جرثوميه اميه. خلي بالك الجرثوميه الاميه مش مرميه كده جوه المبيض. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني الجرثوميه الاميه يا دكتور او بتبقى موجوده جوه بويضه، فالمبيض ده جواه بويضه. فاكر البويضه الناضجه اللي اكتملت دي؟ مش بيبقى واحده بس، يعني عادي جدا ان ممكن المبيض ده فيه بويضتين، بيبقى المبيض ده فيه 3 بويضات، وبعدين كل واحده حواليها الاغشيه البيضيه بتاعتها، كويس، وبعد كده كل واحده جواها ايوه الخليه الجرثوميه الاميه بتاعتها. يعني هنا هتبدا تلاقي كده دي جرثوميه اميه اهي، ودي جرثوميه اميه، ودي جرثوميه اميه. فبالتالي كل بويضه تحتوي على جرثوميه اميه، ولذلك لما بيقول لي في 3 جرثوميه اميه فده معناه ان في 3 بويضات يا دكتور. فانه يوجد كم بويضه بعد الانقسامات؟ البويضات نفسها عددها ما بيتغيرش. يعني البويضه دي اللي احنا لسه شايفين فيلمها الطويل ده، هي كانت بويضه واحده وحصل جواها كل الاحداث وفضلت بويضه واحده، بس هي جواها بقى خلايا وبتاع، ودي قصه ثانيه. فلما يبقى في جرثوميه اميه يبقى دي جوه بويضه، يحصل ما يحصل من انقسامات هتفضل البويضه دي بويضه ودي بويضه ودي بويضه، يبقى 3 جرثوميه اميه ب3 بويضات يا دكتور، ب3 بويضات. طيب يقول لك هنا اذا او ينشأ الكيس الجنيني في النباتات الزهريه مباشره من خليه. فين الكيس الجنيني؟ الجرثوميه الاميه لما انقسمت ميوزي ل4 خلايا اختفى 3 وفضلت خليه واحده. الخليه اللي فضلت النون ده هي اللي انتفخت وبقت الكيس الجنيني. إذا ينشأ الكيس الجنيني مباشرة من خلية نون أو خلية أحادية العدد الصبغي. خلاص كده يا دكتور؟ طيب يقول لك تتكون الخلايا السمتية أثناء نضج مبيض النبات الزهري عن طريق انقسام ميوزي بس، ميتوزي ميوزي ورا ميتوزي، ميتوزي ورا ميوزي. يا فندم ما هو تكوين الخلايا السمتية. فين الخلايا السمتية؟ احنا ماشيين كده اهي الرسمة دي، خلاص دي خلاص آخر حاجة، دي الخلايا السمتية. طب بلاش، طب تتكون البويضة، يتكون البيضة. طب ما احنا عارفين الحاجات ده هي كلها اللي هي اخر مرحله. لو رقمنا الرسمه دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اخر رسمه نمره 10. شايف فيها ايه؟ فيها بويضه، فيها خلايا سمتيه، فيها خلايا مساعده، فيها بيضه. ايوه اي حاجه بقى من دول اتكونت نتيجه ايه؟ نتيجه انقسام ميوزي يلي انقسام ميتوزي نووي، زي حبه اللقاح. طب ما انت حبه اللقاح كان عندك جرثوميه اميه،
الجرثوميه الاميه ادت جراثيم صغيره 4، الجراثيم الصغيره ادت حبه لقاح. هل قلت ان حبه اللقاح جايه من ميتوزي للجراثيم الصغيره؟ لا، جايه من ميوزي ثم ميتوزي. هنا نفس القصه، ده هي جايه من ميوزي ثم ميتوزي. يبقى اذا سواء الخلايا السمتيه، يعني هنا السؤال ايه؟ تتكون الخلايا السمتيه اللي في الاخر، يبقى من ميوزي يعقبه ميتوزي. خلاص؟ طيب مش الخلايا السمتيه، تتكون عندك هنا كده، ها يلا هو بيقلب ببطء ليه؟ تتكون خليه البيضه. خليه البيضه اثناء نضج مبيض النبات عن طريق ايه نوع الانقسام؟ البيضه اللي هي الاخيره الحمراء اللي في نص الاثنين مساعدين دول، برضه بانقسام ميوزي ثم انقسام ميتوزي. يبقى ميوزي يليه ميتوزي يا دكتور. يقول لك عدد الخلايا داخل الكيس الجنيني. جوه الكيس الجنيني، استنى فين الكيس الجنيني؟ اهو ده الكيس الجنيني. الخليه النون اللي فضلت من الاربعه دول انتفخوا بقت كيس جنيني. الكيس الجنيني كله هيفضل لغايه الاخر كيس جنيني. فشوف لي 8 انويه اترصوا تجمعوا بقى، يبقى الكيس الجنيني الازرق جواه 3 خلايا فوق سمتيه و3 تحت البيضه والاثنين مساعدين، يبقى الكيس الجنيني جواه 6 خلايا. مش محتاجه يعني، يبقى الكيس الجنيني نفسه جواه 6 خلايا. ونبهك ودي اللي انا قلت لك عليها، طب عدد الخلايا داخل البويضه بقى؟ البويضه دي قصه تانية. يعني لما جينا هنا ورسمنا كده ان ده المبيض، وجوه المبيض فيه البويضه اهي، دي البويضه اللي يحيط بيها غشاءان. مش احنا اتفقنا ان البويضه دي كانت جواها 4 خلايا جايين من الميوزي، وانتفخت واحده، والاربع خلايا دول اختفى 3 وفضلت واحده. اللي فضلت دي هي اللي انتفخت وقامت عامله ايه؟ الكيس الجنيني، وكان جواه النواه بتاعته. فبيعتبروا الكيس الجنيني نفسه كخليه. بعد كده حصل الانقسامات زي ما حصلت، وفضل نواتين قطبيتين و3 خلايا و3 خلايا تحت اللي في النص دي اسمها البيضه. فاصبح دلوقتي الكيس الجنيني الازرق جواه 6 خلايا، 3 فوق و3 تحت. انما البويضه نفسها هي في ال6 خلايا دول زي ما هم، بس بيعتبروا البويضه نفسها سوري الكيس الجنيني كانه خليه. فالبويضه فيها 7 خلايا، انما الكيس الجنيني فيه 6 بس. ده مين؟ ده داخل البويضه، يبقى البويضه جواها 7 خلايا يا دكتور. خلاص؟ انما الكيس الجنيني جواه 6 خلايا. يقول لك هنا في مبيض الزهره الناضج يحتوي الكيس الجنيني اثناء عمليه التلقيح. اوعى يضحك عليك يا دكتور، ما هي نفس الكلام. يعني هي بعد الكيس الجنيني اهو اثناء التلقيح، اما نيجي نشوف هيحصل التلقيح تقف هنا كده. طب ما الدنيا زي ما هي، يبقى الكيس الجنيني جواه 6 خلايا، يعني زي السؤال اللي قبليه صح كده؟ او اللي قبله يعني مش فارقه بقى ان هو يسالني يحتوي الكيس الجنيني على كام خليه، او يحتوي الكيس الجنيني اثناء التلقيح على كام خليه. يجي هنا نفس القصه كده، في مبيض الزهره تحتوي البويضه اثناء عمليه التلقيح. يا فندم البويضه نفسها بيبقى فيها 7، بما فيهم الكيس الجنيني بعتبره كخليه، وجوه الكيس الجنيني 6 خلايا فيعتبروا 7. سواء بقى قال لي اثناء التلقيح ملوش علاقه بالتلقيح، فالبويضه جواها 7 خلايا يا دكتور حيه. يقول لك هنا كده المشيج المؤنث في زهرة النبات. المشيج المؤنث، وهفضل اتك عليها، مش البويضة، المشيج المؤنث البيضة اللي في النص قصاد النقير دي اللي هنشوفها بتخصب اثناء عملية الاخصاب. يبقى البيضة هي المشيج المؤنث. يقول لك امامك شكل تخطيطي. الله، ما احنا حلينها دي في نوع الانقسامين 1 و2 ميتوزي يا دكتور. وكده يبقى بفضل الله وحمد ومنته اللهم لك الحمد حمدا طيبا جميلا مباركا في ملء السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى. ربنا يا رب ينفعكم بما سمعتم ويحفظكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.